مرحبا بكم يا أساطيري في فيديو جديد. هذا الفيديو استثنائي عن فيديو نزلته بقناتي على اليوتيوب، واللي راح أحكي فيه على الإيم والحساسية بأقصى حد ممكن، وكيف تقدر أنت يا عزيزي المشاهد إنك تصنع لنفسك إيم بدون ما إنك أي شخص يعمل لك، أو تبحث في يوتيوب أو جوجل أو تيك توك عن أي حساسية. وجماعة الهاتف، عندي لكم مفاجأة بنهاية الفيديو، لا تنسوا إنكم تشاهدوا الفيديو للنهاية. مشاهدة ممتعة. أصدقائي، راح نبدأ أول طريقة واللي راح تاخذ معنا وقت طويل جدا، وما زال يستعملها لحد الآن يوتيوبر قليلين جدا، من بينهم M16 بيبو باندا مالاغنو حسونا وبيانر، اللي تلقى إيمهم قوي جدا لكن سليم مثل بيبو M16. وعندنا مالاغنو اللي صارت تجيه انتقادات من اللاعبين الجدد، وعاملين حالهم عارفين كل شيء، وصاروا يقولوا له أنت تستعمل زيت، وهم ما يعرفوا انهم قتلوا شغبوا باللعبة. راح اخليكم لقطات واسمعوا شو قال. انا ماذا بي نكون كلين تقول عليا مزيت. المشكله يا خوتي ظاهره هذه تاع مرقنوكم مزيت انتشرت بزاف وزادت، وانا ما قبل ما كنتش تأرقني، ما كنتش تقلقني، وانما كتفرحني. الفتره هذه يا خوتي تبدلت، الفتره هذه وليت نحس بشعور مقرف خوتي، اقسم بالله غير شعور مقرف. يخلوا الناس مزيته يقولوا لهم واو واو جي جي كذا، يجي لي انا يقول لي انت مزيت، وعندي ناس تبعني كلين وكذا. خوتي هذا الشعور اللي نحكي لكم عليه ماهوش قوي اللي يدفعني ندير فيديو، وانما كي نعرف بلي عباد راهي تاثر بيا وتقول لك ما راك خلاص ولا كلها مزيت وعندك كونتات مبانين وكذب في الكذب. انا هذا الامر هو اللي يأرقني، هذا الامر هو اللي خلاني اليوم نجي نحط لكم فيديو. والله يا خوتي، والله 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 غير هذا الشيء يقتل الشغفيه في اللعبه. نقول لكم على شيء يقتل الشغفيه، كيف انا نتعب بل 11 يوم باش نحط لكم فيديو. باسكو علاه؟ باسكو صناعه المحتوى تكون كلين واعره خوتي. انا نقول نطيح على الستريمر نطيح عليه 5 مرات ما نقولتلوش انا كلين، مانيش نقولك الستريمر خير مني، وانما ظروف اللعبه هكذا دايره خوتي. الحقيقه تدخل مزيت تدي كيلات تدي كليبات ساعات تصور بها حتى تشبع، ماشي كيما انا لازم ساعه نسخن يدير زوج سوايع وندخل كونتر ستريمر بالساعه باش نطيح معاه مره. الامور ما ماش تلاحظوها. اي واحد خوتي يحط روحه في بلاصتي. انا ما قبل كانت الكلمات هذيك والله ما تاثر عليا جمله تفصيلا، دوكا تبدلت الامور تماما، ولا تاثر على الشغف تاعي، وليت ما نحبش ندخل لعبه خوتي. مانيش حاط لكم بزاف لي فيديو، حتى الناس تاثرت، وليت نتلاقى بصحابي يقولوا لي واش مالك نقول الزيت كذا تاع الكلام ممكن ثاني يتاثروا. خوتي انا نقول لكم بصفه عامه، نتوما تعرفوا كلين تعرفوا المزيت، وانا على بالي بالمزيت فيه المتعه واللعب شباب تاعو، بس انا كيف انا بذل جهد كبير في هذه اللعبه باش نخرج لكم لقطات شابين ما تجي انسان ينتقص منها بكل بروده. بس الطريقة يا صغيري انك تقعد لساعات طويلة في التدريب، وتحاول انك تجيب ايم او تصنع حساسية منيحة، راح تكون حساسية منيحة، راح تكون ملائمة إلك بدون ما تبحث على حساسية من جوجل. 2% ما راح تنجح. وأنا شفت يوتيوبر وستريمر كبار يدخلون التدريب عشان يلاقوا إيم يناسبهم، أما بالنسبة لليوتيوبر فياخذوا وقت طويل عشان يعدلوا حساسيتهم ويدخلوا يصوروا في لقطات جلد، ولهيك تلقى لقطات الجلد الكلين قليلة جدا. أما بالنسبة للطريقة الثانية واللي أنا ما أحبذها وكلكم عرفتوها، واللي هي إنك تستعمل الزيت أو الهكر، وهذه الطريقة يستعملها أكثر لاعبين الجد أو ما يسمون أنفسهم يوتيوبرز جد، واللي خلى جميع من شاهدهم يتأثر بهم وهذا يجي منه سنايب اللي خلى نص الستريمر يغضبوا جدا. هذا حكى عليه عمر، راح أخليكم لقطات من الفيديو تبع. واعمل دراما مع حدا ولا استغل منصبي مع قرينة واحاول انه انا اظلم الناس ولا اعمل اشي مثل هذا، لا والله. بس هدول ناس يا شباب، ناس قاعدة تحاول انه هي تخرب لي شغلي وتخرب لي رزقي. شباب البث المباشر هو عبارة عن مصدر رزق لإلي انا ولأي ستريمر قاعد بتشوفه هو فاتح بث مباشر. هذا الشخص ما هو فاتح بث مباشر هيك فقط من الملل. اي شخص بيفتح حتى لو فاتح من الملل وما عنده داعمين وما عنده ناس تشاهده وما عنده عقد، بتلاقيه فاتح بث على امل انه هو ينشهر في البثوث ويجي عقد ويجي رزق من وراء هذا المجال. وانا واحد من الناس هذا هو مصدر رزقي. فانت يا حبيبي دخلت علي ستريم سنايب، والله ما عندي مشكله يا شباب، انا حكيت مليون مره اقسم بالله العظيم ما عندي مشكله. اعرف في ناس تحبني يا اخي، هم نفسهم الشباب تمام امبارح قالوا نحن حبينا ندخل نضحك ونعمل جو. طيب حبيت تضحك وتعمل جو، انت تعرفني اتضايق من موضوع ستريم سنايب، ولكن دخلت مره اوكي، انا ما حكيت، دخل معي هو بالرانكد مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره، البث كله موجود ومسجل، ومع ذلك ما حكيت.
مع ذلك ما حكيت. يلحقنا في الرانكد زي الكلب. كيف الكلب اللي يلحق سيدو هيك كان كلب ويلحق أسياده في الرانكد، يلحقنا في كل مكان. ومع ذلك ما رضيت أحكي على الموضوع ولا أجيب سيرة الموضوع، وعملت حالي حتى مش منتبه ومشيتها وخلص. قلت يلا ولد صغير وغلط خليه. تركنا الرانكد البطل رويال ودخلنا نلعب كلاس سكواد رانكد. لحقنا على كلاس سكواد يا سيدي، اوكي دخلتوا قدامنا ضدنا مرة، اوكي مش مشكلة، جلدتونا 4-0 ومعكم مزيتين ومفعلين هكر، وقلنا معلش. العديد من الستريمر الكبار مثل جيميريز وبيانات وبهيك أصدقائي نكونوا كملنا من البيسيات. أما بالنسبة للهواتف ولاعبين الجدد لقيت لكم حل راح يعجبكم. لقيت لكم فيديو راح من عند يوتيوبر يدعى نيفور، راح استعرض لكم بعض اللقطات من هذا الفيديو. المقدمة يلا ننطلقوا في الفيديو متاعنا متاع اليوم. اول حاجه انا راني مش باش نعطيكم حساسيه، ومانيش باش نعطيكم دي بي اي، زاد مانيش باش نعطيكم ماكرو والا اعدادات، على خاطر هذوما اللي قلتهم لك انا تو كلهم كذب. في لعبه فري فاير لازم كل واحد عنده الحساسيه نتاعو، معناها كل واحد لازمته يكون عنده اعدادات خاصه به. في الفيديو متاعنا متاع اليوم انا باش نوريكم كيفاش تعملوا الاعدادات الخاصه بكم. شباب السر الكل هو في اليدين. كيفاش يعني فور في اليدين؟ لازمتكم تفهموا حاجه شباب، انه السر الكل في البوطون دو تير والموفمون بتاعك. بالنسبه للحساسيه صحيح عندها دور، اما مش دور كبير كما قاعدين يحكيوا لكم هم. انا تو باش نوريكم كيفاش تعملوا الحساسيه الخاصه بكم. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أصدقائي لا تنسوا اللايك والاشتراك. استنوا الفيديو الجاي. الله.